حضور جماهيري كبير كبير إن شاء الله في الرباط من أجل العبور إلى النهائي لملاقاة السنغال. يلا دي يجيبوها، يلا المغاربة عندنا الثقة التامة في اللاعبين، لعبوا بقتالية وردوا البال من المرتدات فقط، المرتدات ثم المرتدات. دخول اللاعبين إلى أرضية الملعب إن شاء الله في بداية المقابلة ما بين المغرب ونيجيريا تحت حضور جماهيري غفير جدا في الرباط. كل الطرق تؤدي إلى الرباط، ونتمنى الكأس يبقى في المغرب. هذه هي المتمنيات ديالنا كمغاربة إن شاء الله. يرعى كل فرصة. الدخول الرسمي لرقعة الميدان، الاكتظاظ، الترقب، وايضا المتابعة التي تاتي من جانب هذه المباراة ومن جانب هذا اللقاء الذي نتمنى. الله حكيم يكون في نهارك وما تضيعش كرة، كونوا في نهاركم كاملين. الله يحفظكم، الله يعاونكم، موتوا على التوني وعلى الرايه ديال البلاد. النشيد النيجيري. الآن النشيد الوطني المغربي. بيت الأحرار أشرق الأنوار. برافو، الله الأسود، فرحونا وفرحوا هذا الجمهور وهذا الشعب المغربي كامل ينتظركم. كونوا رجال وتقاتلوا في الملعب، لعبوا بندية وكل ما أوتيتم من قوة إن شاء الله، وسيبقى الكأس في المغرب إن شاء الله. التشكيلة ديال المنتخب ديال النيجيري 4-2-1-3. منتخب النيجيري منتخب صعيب المراس وقوي في المرتدات. نتمناو من المدافعين المغاربه يكبحوا القوه ديالهم والهجمات المرتده ان شاء الله ان شاء الله. و21 كان ينافس فيما رقم 22
جميع المغاربة على أعصابهم، كنطلبوا الله سبحانه عز وجل الثبات ثم النجاح إن شاء الله على هذا المنتخب من أجل رفع الكأس في المغرب. صراحة حلم المغاربة كلنا إن شاء الله. بمساعدة الجنوب الافريقي وهو الحكم سويلا، ثم ايضا هناك تواجد للظروف فاكسوني، وايضا في غرفة الفار سنتابع إن شاء الله تكون مقابلة جيدة وممتازة للفريقين، ويكون فيها تحكيم نزيه لكلا الفريقين إن شاء الله، وكل التوفيق للمنتخب المغربي. جماهير رائعة. المغرب 4-1 2-3 في التشكيلة. مقابلة ستبقى في التاريخ إن شاء الله. جيبوها يا الأسود. الصباري برافو عليك، تمنعوا شي هدف الثاني ان شاء الله ديالك في هذا الكاس انت وخي دياز وكذلك الكعبي. كل التوفيق لجميع اللاعبين ان شاء الله باش تثبتوا الحضور ديالكم في المغرب. الله يحفظكم. الله الحاج المزراوي الله يحفظك. الجماهير في المدرجات يسمع صوتها، ونتمنى ان يكون صوتا يصل صدى لكل من يتابع هذا اللقاء. الجماهير لم تشجع فقط بل رسمت لوحات من العشق والانتماء، مشاهد ستبقى غدا في ذاكرة الزمان. بلغنا النصف النهائي عن جدارة لنقول للعالم إن المغرب دخل صف الكبار بثبات. حصلنا الأرقام وتقدمنا بثقة، واليوم النهائي يلوح من بعيد. ينتظر الأسود، نفتخر بكم أسودا في الميدان، نفتخر بفرحة وحدت شعبا بأكمله، ونفتخر بأهداف لم تهز ضربة البداية للمنتخب المغربي. بل هزت القلوب. توكلنا على الله، اللهم يسر يا كريم. وأتت البداية وأتت الانطلاقة، وانطلقنا في هذا اللقاء، ونتمنى إن شاء الله أن نشاهد متعة خاصة وأداء